الجائزة، فليتفضل سيدي المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله الطاهرين وعلى صحابته الأوفياء أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد مندوب سامي، سيدي السفير، السادة العلماء الأجلاء، أيها الحضور الكريم، ما كنت أظن أن الدنيا ستدفعني إلى هذا الموقف. إنها الدنيا متغيرة، إنه الموت الذي يختار الخيار دائما. أرى الموت مغرما بالأماجد وبالعلماء الغر من كل ساجد وبالعارفين الصالحين أولي النهى أهل التقى ومن كل أروع ماجد. ويزرع منا بالخيار أن نرتجي بقاء هذا البقاء الواحد. إنها إرادة الله التي نرضى بها رضا لا سخط بعده. لقد اختار الله عز وجل أن يتوفى شيخنا محمد ماء العينين محمد بويا وهو عنه راض، والناس تشهد له بحسن الخاتمة وبجميله وأياديه البيضاء على المغرب وموريتانيا والدول المجاورة ودول المشرق العربي الصديقة. وقد عرضته البلاد إفريقيا مناضلا وبطلا مغوارا يدافع باستماتة عن تحرير الأوطان وعن وحدة المغرب الترابية. فكانت له مواقف مشهودة في كولا ودكار وبنجول وباماكو ونيويورك يسر الله له فيها النصر وحفته البركات وسطع نوره وتألقت هامته ورفع رأسه وعاد إلى الوطن واستقر في رباط الفتح. قال الناس رضي الله عنه وأرضاه أنه ولد في السمارة وأحال إلى أطار، ومن هناك بدأت حياة شيخنا تسلك شعب الأنوار والتوفيق. ولكن هل وفاه وطنه حقا؟ وهل وافته أسرته الكبيرة حقا؟ علما أن بيته الأول بالرباط وبالضبط بزرقة سحنون رقم 8 بأبدال كان مأوى لطلاب العلم وأبناء السبيل والفقراء والمساكين وأبناء الصحراء وموريتانيا وجميع أنحاء المغرب. كما امتدت أياديه البيضاء وفاء وكرما على إثر خاب إقليم سيدي فلي حاليا، حيث كانت العلائق التي تربطه بالشيخة حالنا بنت شيخنا الشيخ ماء العينين علاقة لا يعرف كنها غيرهما. وقد حدثني والدي إبراهيم محمد محمود رحمة الله على الجميع بخفايا من هذه العلائق لا يمكن البوح بها لضيق الوقت، ويمكنني القول بدون خجل أو تردد أن المغرب لم يقدر حق قدره، فالمقاومة أصابته في حياته، وأتمنى أن توصفه بعد مماته في العناية بأولاده الكرام وارثي سره رجالا ونساء وأحباب. هل من اللائق أن تكون دول المشرق العربي بأمرائها وأعيانها هي التي تحتضن شيخنا في آخر عمره وتعتني بأولاده وبتلامذته وبمحبيه فتقدم لهم الهدايا الجزيلة وتؤمن لهم العلاج لمرضاهم وتنفق على قوافل الحجيج القادمة من قبله؟ واستمر هذا ما يناهز 4 عقود من حياة شيخنا، ولا زالت هذه العناية مستمرة في الوقت الذي لا يكترث المغرب لا بشيخنا ولا بأبنائه. وقد زرت شيخنا المرحوم في أبو ظبي سنة 2007 وجدته في قصر جميل بالحي العسكري كإقامات الأمراء وأعيان أتلياء المنطقة، وقد اجتمع فيه حفظة القرآن الكريم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وأرغمني رحمة الله عليه عن البقاء معه 3 أيام، وتعلمون سادة الكرام أنني لا تسعني مخالفته. فشاهدت بأم عيني ما تحيط به الأسرة الحاكمة في أبو ظبي من عناية فائقة وإكرام وتبجيل، ليس لشخصه الكريم فقط رحمة الله عليه، وإنما لجميع ضيوفه ومن يعرفه من قريب أو بعيد. ولا أخفي عنكم أنني تركته في ذلك القصر المنير وفي نفسي ما فيها، ولا أخفي عنكم أنني تركته فكنت أقول في نفسي: أليست المملكة المغربية وهي التي ناضل شيخنا من أجل استقلالها ووحدة أراضيها أليست أحق بشيخنا من الإمارات؟ أم أن المغرب لا يكون أحيانا للخونة والذين طعنوه في القلب؟ فلنترك هذه القضية جانبا. قد أصر لي شيخنا قبل وفاته أن ملف تقاعده لا زال لم يسوى إلى حد الآن، وأن كل أبنائه لم يكرمهم وطنهم بالتوظيف إسوة بأبناء الصحراء المغربية، وهذا ما أكده لي نجله محمد فاضل. حضرات السادة والسيدات، إنني أتكلم أمامكم وقلبي يعتصر الأسى، وأنا أستعيد حياة هذا الرجل الصالح
الكريم التقي الورع صاحب الخلق العظيم والظلال الوارفة والنور الذي يسطع من جبينه حبا لجميع الناس، فلا حسد ولا شماتة، بل كله رفق ورحمة ومودة. ولن أنسى ذلك الموقف الغريب، وكنت أهيئ لشق طريق طريق الشيخ حامد بن شيخ العينين، وكان معنا رحمة الله في ضريحها، إذ وصلتنا بعض الأخبار المفادة أن رجل السلطة يعارض مشروع الطريق ويسعى لعرقلته، فرأيت على وجه الشيخ عدم الراحة والاطمئنان حيث مد يده إلى السماء بطريقته المعهودة، وعرفت حينها أن رجل السلطة